بصوا بقى، أنا الصراحة مش عارفة ابدأ لكم الفيديو ازاي. بس الحاجات دي هدايا جات لي بمناسبة عيد ميلادي يعني، وحاجات ربنا فرح قلبي بيها. فقلت بقى كده ايه افرحكم معايا واوريكم الحاجات الهدايا الحلوة اللي جات لي دي. صلي على النبي الاول كده في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حطي لي لايك للفيديو، مش هطول عليكم. هوريكم بقى الحاجات القمر دي. اول حاجه يا بنات بصوا بقى، الملايات دي. بصوا يعني ايه، انتوا عارفين ان انا عاشقه للحاجات اللي هي حاجه البيت والمفروشات والادوات المنزليه والكلام ده. فبصوا ده بسم الله ما شاء الله، طقم ملايات سراير اطفال. مش هي مامتي الصراحه هي اللي جايبهولي، يعني هديه عيد الام، ربنا يبارك في عمرها ويتم الشفاء على خير يا رب. فبصوا، انا عايزه ايه اوريكم، وفي نفس الوقت مستخسره ان انا ايه آه، اقعد لسه اطبق فيه تاني. انتوا عارفين بقى ايه، انا بس عايزه اشوف منظر الخداديه معاكم. دي الخداديه. وبرده ان شاء الله في الروتينات وكده هتشوفوا بقى لما افرشه. هتشوفوا بقى ان شاء الله في الروتينات لما افرشه على سراير الاطفال عندي وكده. ممكن ان شاء الله بامر الله ايه اخليه مثلا ما استهلكوش دلوقتي، واخليه مثلا بامر الله على العيد الصغير ان شاء الله. كلها كم شهر بامر الله، ورمضان يهل علينا، اللهم بلغنا رمضان يا رب ونحن في احسن حال. وممكن افرشه على العيد الصغير. هو بصراحة ما شاء الله طقم قمر. وده الكيس المخدة الطويل. بصوا يعني هو شكل الملاية اصلا بيقول ما شاء الله. بصوا رقيق كده وجميل خالص. وانا ما عنديش تقريبا اللون ده، فحلو قوي. ماشي، دي كانت اول هدية معايا. طيب اخيرا بقى جات لي الفرشة القمر بتاعة الشيش. كلكم مش عارفة، اللي متابعيني من زمان عارف ان انا كان نفسي جدا في فرشة الشيش دي. طبعا هي لسه نظيفة، لسه ما استخدمتهاش. تمام. فالولاد هنا جابوها لي، يعني قالوا لي عايزه ايه يا ماما، يعني في ادوات البيت وكده. وطبعا اللي حاسب باباهم ده اكيد. فجابوا لي بقى اللي هي فرشه الشيش دي كانت لان طبعا كنت معاهم، كنا جايبينها مع بعض من المول. فدي تقريبا يا بنات كانت ب55 جنيه حاجه زي كده. بس حلوة قوي قوي قوي. يعني برضو ان شاء الله في الروتينات هتشوفوها معايا. فرشة الشيش دي جميلة جدا، بتريح لك دماغك بقى ايه تنظيف الصينية بتاعت الشيش الخشب والشبابيك والكلام ده. طيب ثواني وارجع لكم. بصوا كده، انا بس كنت بطبق الخدادية والمخدة، دخلتهم تاني في الملاية. ماشي. جالي ايه تاني. جابوا لي برضو الولاد، جابوا لي برضو مقشة. انتوا عارفين بس عشان مساحة التصوير هنا ضيقة. ثواني. جابوا لي برضو مقشة. ماشي. مقشه جديده يعني بالعصايه بتاعتها. طبعا انتوا عارفين المكنسه عندي اليومين دول بايظه، فهم مشفقين على حالي تقريبا. فقالوا بقى نجيب ايه ادوات التنظيف لماما. جابوا لي بقى المقشه اليدويه دي، وفرشه الشيش دي. الحاجات دي زي ما قلت لكم كلها هتظهر ان شاء الله معاكم في الروتينات يعني بامر الله. وفي التنظيفات بقى اللي احنا بنعملها والكلام بتاعنا. طيب الشنطه دي برضو فيها ايه، هنشوف مع بعض فيها ايه. كلها زي ما قلت لكم هدايا، يعني جايه لي عشان عيد ميلادي وكده. وحاجات بقى يعني الحمد لله ربنا فرح قلبي بيها بعد الفتره الصعبه اللي الواحد كان الحمد لله بيمر بيها. زي ما قلت لكم يعني فعلا ان مع العسر يسر. فيش يعني ربنا سبحانه وتعالى دايما هيجبر بخاطرك. بعد اي فتره ممكن تمر بيها من مشاكل او زهق او كده، هتلاقي فتره بتبقى فيها فرحه، وبيبقى فيها حاجات ربنا بيجبر بخاطرك بيها ويفرحك بيها. ونعم بالله طبعا. هنا بصوا دي بقى ايه شنطة. بصوا شنطة خروج. بس جميلة بقى خالص، اختي اللي جايباها لي. بصوا بقى جميلة جدا جدا جدا. بصوا حلوة قوي ما شاء الله. فيها طبعا ده اللي هو الجيب اللي هو بحط فيه بقى حاجاتي وكده. ومن هنا مثلا لو انا عايزة احط اي كروت او اي حاجة، يعني ايه اللي هي بتبقى الاوراق الرفيعة دي. وبتتقفل بقى كده، جميلة شياكة شياكة ولونها حلو قوي. هي سألتني قالت لي اجيبها لك لونها ايه، فانا اخترت لون الكحلي القمر ده. وقلت لها انا مش عايزاها كبيره قوي، لان الصراحه اتعقدت خلاص من من الشنط الكبيره. في فتره بقى اللي الولاد فيها كانوا صغيرين، فخلاص اتعقدت عايزه بقى. الستاند كان هيقع.
عايزه بقى ايه ان انا اعيش حياتي شويه. المهم نيجي برضو للهديه التانية. بصوا بقى القمر ده، تبارك الله، طقم مجات شاي. بصوا بقى طقم مجات الشاي ده جه في وقته الصراحه جدا جدا. بصوا اصلا الشياكه، اطلع لكم اوريكم، بسم الله ما شاء الله، تسلم ايديهم اللي جابوه والله. يعني الهدايا دي كلها جميله وفعلا تهادوا تحبوا. بصوا العسل ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميله جدا. برضو هفرشه ان شاء الله معاكم بقى في المطبخ، ونعمل تجديدات كده بامر الله في المطبخ ان شاء الله باذن الله، ونفرح مع بعض كده. بصوا حاجه قمر جدا جدا. انا بحب اصلا قوي شغل الكريستالات دي في مجات الشاي وفي الكوبايات عامه. انا عاشقه اصلا لحاجتين، للادوات المنزليه وللاكسسوارات والديكورات والكلام ده. فطبعا هم جابوا لي طقم 3 و3. تمام، هو كل 3 مع بعض بتبقى في علبه كده، فجابوا لي نفس الشكل. جزاهم الله كل خير. جالي ايه تاني؟ بصوا ده، بص العسل ده. انا اصلا عاشقه جدا جدا للجوانتي الحراري ده. بقى احط بقى حاجه في الفرن براحتي، اشيل الصينيه احط الصينيه، فاهمني، ما تلسعش والكلام ده. فجميل خالص خالص، راقي وشياكه، ونبقى نعلقه ان شاء الله مع بعض برضو، او نشوف هنحطه فين في المطبخ. بامر الله هنعمل يعني الفيديوهات الجايه هنشوف مع بعض بقى ايه الحاجه بتاعت المطبخ دي، نفرشها مع بعض ان شاء الله. جالي ايه تاني؟ ثواني اوريكم، والله دي حاجات عسل خالص. بصوا بقى علب التلاجة القمر الكيوتة دي. دول كانوا 3 مع بعض، بس انا طبعا ما قدرتش استحمل اليومين اللي فاتوا دول، استخدمت منهم واحدة من جمالهم الصراحة. كانوا ال3 مع بعض ب20 جنيه، تبع الحاجات برضو اللي الولاد جابوها لي. يعني هما الولاد ايه، دخلوا معايا كده الهايبر موسى اللي عندنا في السلام، واختاروا لي بقى ايه اللي هي زي ما قلت لكم، الفرش المقشه وفرشه الشيش والعلب التلاجة بقى والحاجات دي. قعدوا يقولوا لي اختاري يا ماما، واحنا ايه، احنا وبابا هنحاسب. فربنا يبارك فيهم ويحميهم ويحفظهم، كر عنا بيهم يا رب العالمين. فبصوا هي بقى حلوه قوي في ايه، عندك شويه جبنه، قطعه جبنه متبقيه تشيليها كده في التلاجة، فاهماني. عندك مثلا تقطعي مثلا شويه فاكهه ولا حاجه، يعني هي لذيذه لاي بواقي كده في الاكل. جميله خالص خالص وسعرها كان حلو قوي، عجبني. واحنا كتير بنبقى عايزين حاجات ايه، مقاسات صغيره زي كده، بواقي في التلاجة بنبقى عايزين نحطها في التلاجة. تمام، عشان ما الغيش معاكم كتير واضيع وقتكم، نشوف ايه تاني اللي جالي. جبت برضو اللي هي العلقات دي، الهوك ده. بصوا ده كان في منه حوالي 9، كانوا 9 مع بعض كلهم دباديب كده. ال9 دول مع بعض كانوا تقريبا ب27 جنيه. تمام، يعني الواحدة واقفة ب3 جنيه. بس هو بيبيع لك الهوكات على بعضها كده. بس انا هوريكم بقى دلوقتي انا استخدمتها في ايه. ماشي، تعالوا كده معايا. بصوا يا بنات، علقت عليها شريط الليد في المطبخ. تا 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 تا. بصوا بقى، يعني فكرة صراحة، اخر ما زهقت من شريط الليد ده، اجي اعلقه بمسامير، المسامير تقع، اجي اعلقه على بالشمع، الشمعي مش لازق كويس. فعملت له بقى الفكرة دي، جت في دماغي كده، قلت ايه، احط بقى العلقات دي كده، او اللي انا وريتها لكم جبتها دي. وبصوا بقى هنا طبعا، بسم الله، ان انا عندي هنا الاضاءة غصب عني بتبقى طبعا مش لطيفة بسبب الجزء اللي في المطبخ من فوق ده. ووقت مثلا ما بغسل معاكم المواعين وكده في الروتينات، فببقى عايزة اضاءة كويسة. بسم الله، نحط الفيشة مع بعض، ربنا يستر بس وايه، وتكون بخير، لحسن الواحد بيخاف من المية والكلام ده. بصوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. هي الصراحة فكرة حلوة، يعني اللي عايز يعلق شريط الليد، فكرة حلوة وسريعة. متنسوش بقى في لايك وشير الفيديو ده.